السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم عن الراهب الحسن الددو الشنقيطي الموريتاني الإخواني من جماعة الإخوان المسلمين الكذبة. إنهم معروفون بالكذب والتلون الذي تحاول قطر صنع منه بابا الفاتيكان الإخواني القطري المسمى مجمع علماء المسلمين العالمي الفاتيكاني الذي كان يرأسه البابا الفاتيكان السيد القرضاوي المتوفي. هذا الراهب الددو حسن الإخواني سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طاعة ولي الأمر، في برنامج أيام الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام، فقال إن الحديث له طرق عدة، وجلس يتفلسف ويذكر جميع أسانيد الحديث من جميع كتب السنة، البخاري ومسلم ومسند أحمد، حتى انتهى المقدم البرنامج وذكر له أن الوقت ضيق، فقال إن هذا الحديث ساء فهمه وأن الحكام ليسوا حكام شرعيين ويجب الخروج عليهم. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم أي صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم، فهذا يجب الخروج عليه. ولا طيب هل الاضرابات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا ليست خروجا، هذه مجرد القيام يا كذبة. هذا كان زمن الثورة على حسني مبارك، بارك الثورات ومدحها وأجازها، ولما صعد مرسي الإخواني وثار عليه الشعب، اسمعوا ماذا يقول. ومن المعلوم أن الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه، فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي. وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. سافل.